تخيلي كده تتجوزي واحد والواحد ده تبقى بينكوا قصة حب كبيرة جدا، وكل الناس بتشهد بقصة الحب دي. لكن تكتشفي بعد كده ان هو اكتر واحد انت ما تعرفوش، واحد خاين، واحد كذاب، واحد انت استأمنتيه على نفسك، واحد عشتوا مع بعض لكن هو ما صنش العشرة. ويكون ليكي في نفس الوقت واحدة صاحبتك بتحبيها جدا وبرضه مستأمناها على أسرارك، لكن تكتشفي إن صديقتك دي مش محل الثقة، وإن هي وجوزك بيخونوكي. اه والله ده اللي حصل مع ياسمين عبد العزيز في مسلسل وتقابل حبيب اللي هنشوفه في رمضان 2025. ياسمين عبد العزيز هتظهر بشخصية واحدة متجوزة خالد سليم، وهما الاتنين هيكونوا بيحبوا بعض جدا، وهي كمان صاحبة نيكول سابا جدا. طبعا احنا في البداية كنا فاكرين ان ياسمين عبد العزيز هتطلع حبيبة او مرات كريم فهمي، لكن الحقيقة ان هي هتطلع مرات خالد سليم، وهتجمعهم قصة حب كبيرة جدا. لكن المفاجأة ان خالد سليم ونيكول سابا الاتنين هيخونوا ياسمين عبد العزيز، وده اللي هيخلي ياسمين عبد العزيز اغلب مشاهد المسلسل مصدومة وبتعيط. لكن القصة مش هتقف لحد هنا، يمكن انتقام ربنا وصل مع خالد سليم اللي هو ارتبط بنيكول سابا صاحبة مراته، ان هي تدخله في اعمال مشبوهة، والاعمال المشبوهة دي هتخليه في الاخر يدخل السجن. ومش بس كده، لا ده جوه السجن هيموت وهتنتهي حياته. والحقيقة ان مش دي بس القصص بتاعت مسلسلات رمضان 2025، لكن خليني كمان أقول لكم عن قصة مسلسل ياسمين صبري الأميرة اللي هيتعرض في شهر رمضان. ياسمين صبري هتبقى طالعة بشخصية بنت اسمها زينب. البنت دي عندها طموح كبير جدا انها تحقق حلمها. هي بتشتغل في براندات كتيرة جدا، وكان عندها طموح انها تبقى حاجة كبيرة. وكان في واحد وهو نيكولا معوض بيفضل يزن عليها كتير 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 عشان يتقرب لها، عشان تقع في حبه. وبالفعل الزن على الودان أمر من السحر، وهما الاتنين دخلوا في علاقة وحبوا بعض واتجوزوا. لكن ياسمين صبري ما كانتش تتوقع ان بجوازها من نيكولا معوض هيمحي شخصيتها، هيبدأ يوقع كل طموحاتها، وكأنه قاصد ان هو ينهي شخصيتها تماما. وده اللي هيخلي ياسمين صبري في صراع كبير جدا بين قلبها وحبها وبين عقلها وطموحها، وفي الآخر طموحها هو اللي هينتصر، وهتطلب الطلاق منه وهتتطلق فعلا. كمان من قصص المسلسلات اللي أنا جاية أقول لكم عليها النهاردة مسلسل سينا، اللي بتقدم بطولته ريهام حجاج. أنا مش عارفة أنا بنطق اسمه صح ولا هي يبقى اسمه إيه بالظبط، بس هو يعني ده اللي بيتكتب. ريهام حجاج هتطلع بشخصية بنت اسمها ريهام صبري، دي صحفية، وخلال شغلها كان في حرب إقليمية كده هي نزلت تغطيها كمراسلة صحفية، وخلال تغطيتها دي حصلت لها إصابة. وعشان كده وكالة الأنباء اللي هي بتشتغل فيها قررت إنها تديلها أجازة لمدة سنة مدفوعة الأجر. لكن اللي بيشتغل في الصحافة ما بيقدرش يسيب الشغلانة، لأن هي مهنة البحث عن المتاعب. وعشان كده ريهام حجاج هتقرر إنها تفتح ملف شائك جدا، وهو انتحار الشباب. وده هيخليها تبدأ تبحث وتدور ليه الشباب بتنتحر، وهتدخل في قصص ناس كتير منهم، وده اللي هنشوفه في المسلسل بتاعها. أنا متوقعة إن في منافسة قوية في المسلسلات السنة دي، وهيكون فيها حاجات كتيرة جميلة. انتوا كمان قولولي ايه المسلسلات اللي انتوا مستنيين تتفرجوا عليها.